اوعك تضحكي لأولادك، خليهم يحسبوا لك حساب. كوني رفيقة ولادك واحكي معهم، هيك بس رح يحكوا لك كل شي. وبين الصوتين وقفت أنا، لا هيك مقتنعة ولا هيك مرتاحة. طيب لمين أسمع؟ وشو الصح فعلاً؟ تعالي نفكر فيها بهدوء. بعمره ما كان صح نتبع أسلوب واحد لكل شيء. الحزم حاجة بتخلي الطفل يعرف إنه في حدود واضحة ومرجعية لتصرفاته، والصداقة حاجة تانية تماماً، بتخلي الطفل يحكي من دون خوف. يعني أكيد هو بحاجة الاثنين بس بذكاء. بالمواقف اللي فيها خطر أو قرار لازم يكون واضح، فأكيد ممكن الحزم يكون اختيارك. أما بالمواقف اللي فيها مشاعر، ارتباك أو حتى غلط، فأكيد الطفل بده صديق. وهون بيجي الفرق، إنك تكوني واعية للموقف مو بس متمسكة بدور واحد، لأنه التربية بالنهاية مو اختيار بين طريقين، إنما قدرتك أنت على التنقل بينهم بوعي. وهلأ خبريني، لو كنتي بهالموقف أي صوت كنتي رح تسمعي أول؟